أهلا بيكم في مسلسلنا الجديد. بيبدأ مسلسلنا بشيء وهي بتترجى بنت عمها سوريان إنها تسلفها فلوس علشان أمها المريضة. بس سو بتكون جحدة وبترفض وبتفضل تهينها، وبتقولها إنهم عيلة فقيرة ومفلسة ومش عايزة تعرفهم أصلا ولا تعترف بيهم. بتقولها شيء بس دي عمتك، أرجوكي ساعديني وأوعدك هرجعلك الفلوس. بتفكر سو بخبص وبتقولها تمام، هساعدك بس بشرط جزمتي وسخة نضفيها بنفسك وبإيدك. فبتوافق شي علشان خاطر والدتها، فبتضحك سو عليها وبتقولها إنها هتفضل طول عمرها ساذجة وهي مش هتسلفها أي فلوس. وبتمشي وشي منهارة علشان خاطر والدتها، وبتفكر هتعمل ايه. وتاني يوم بتروح شركة كبيرة، بيرفض حارس الأمن إنه يدخلها، فبتقوله أنا خطيبة جيشا وصاحب الشركة. وبتطلع له ورقة قديمة ممضية بكده، قالها انتي مستحيل، انتي مش شايفة نفسك وشكلك فقيرة ازاي. وبيزقها ولكن بيجي لينج جي صاحب الشركة وبيمسكها، وبيزعق لحارس الأمن بسبب أسلوبه وبيطرده. فبتفكروا شيا جي شاو اللي المفروض انه خطيبها، لأن حارس الأمن ندهله بالسيد جي. وبتقول كبرت وشكلك اتغير، مسك الورقة منها وقال لها يعني انت خطيبتي. وبتكون الورقة دي كتبها أجدادهم زمان وخطبوهم لبعض علشان لما يكبروا يتجوزوا، وبيكون في بينهم اتفاق بكده. فبتقوله بصراحة أنا جاية عشان استلف فلوس علشان والدتي مريضة. وبسرعة بيقول لمساعده يشوف أكبر دكاترة لحماته. قالت له حماتك؟ قال لها أيوة، احنا لازم ننفذ وصية الجد ونتجوز. ففرحت ووافقت، وفعلا بيتمموا جوازهم. وبتبص في بطاقة الجواز وبتقول ده أكبر مني ب10 سنين، ازاي أنا فاكرة إنه كان قدي وإحنا صغيرين. قال لها ايه شايفاني عجوزة عليكي؟ اتحرجت وقالت له لا أبدا، أنا هستناك بره بقى. هو أول ما بتمشي بيطلع شيك للموظفة، وبيقول لها لو مراتي جت وطلبت الطلاق اوعي توافقوا. فقالت له دي حرية شخصية ليها، ولو هي عايزة تطلق منك محدش هيقدر يمنعها. فبيتحرج وبيمشي من قدامها. وشيا برا بتطمن والدتها انها تجيلها علشان تكون جنبها في العملية. وبيخبط شخص فيها وبيقولها بغرور انتي عمية. قالت له انت اللي خبطتني وكمان بتبجح. بصلها شوية كده وقال لها هو انتي؟ قالت له انت مين، هو انت تعرفني؟ قال لها يا سلام، بتعملي كل ده عشان تلفتي انتباهي؟ انا جيشاو اللي المفروض جدك خطبك ليا، بس انا مستحيل اتجوز واحده زيك. اتصدمت وقالت في نفسها ده جيشاو، امال التاني مين؟ بس قالت له ولا تفرق معايا، اول ما قابل جدي هقول له يلغي الخطوبه دي، انا اصلا مش عايزه اتجوزك. اتغاظ من برودها معاه وقال لها انت الطول يا متسوله انتي. جه لينج جي من وراها وقال له انت ازاي تتنمر عليها، احنا ربناك على كده. بيخاف جي شاو منه، وبنعرف بقى ان لينج جي يكون عمه، وبيهزقه. فبيمشي شاو وهو مكبوس، وبيسألها لينج لو شاو قال لها حاجة، يعني بيحاول يعرف لو عرفت حقيقته. فبتقول في نفسها خلاص ده بقى جوزي، هو كده كده مش هتجوز شاو. وبتقوله لا ما قالش حاجة خالص. بياخدها علشان يختاروا عفش جديد لبيتهم على ذوقها، وبتفضل هي تبصله بإعجاب وبتقول قد ايه هو وسيم وحنين معاها وبيعملها بذوق. وبيفضل هو يشتري لها هدوم وكل حاجة هي عايزاها، وبيهتم بكل حاجة ليها حتى لما بتتفاجئ بتمن الفاتورة وإنها كبيرة جدا قالها إنها ما تغلاش عليها. وبتبصله بحب بسبب لطفه معاها، وبيعرفها إن بكرة في عشاء شغل زي حفلة صغيرة كده وإنها هتيجي معاه. فبتوافق وبتشكره على كل حاجة عملها معاها ومع والدتها. قالها إن ده واجبه اتجاه حماته، وإنهم مجرد ما يخلصوا الحفلة هياخدها ويروح يزوروها في المستشفى. وبتفرح جدا، وتاني يوم بتلبسه وبتتشيك وبتبقى قمر. وبيروحوا الحفلة سوا بس بيجيله تليفون، فبيقول لها تسبقه وهو يطلع وراها. وفعلا بتطلع الحفلة واللي بتكون سو موجودة فيها. وأول ما بتدخل بيبصلها الكل بسبب جمالها. وبتروح لها سو بتقول لها واحدة زيك مش مناسبة خالص إنها تيجي مكان مهم زي ده، انتي عيلتك فقيرة ومفلسة، ولا جاية علشان توقعي حد غني يساعدك في علاج والدتك؟ بتزعل شيا وبتقولها عيب اللي بتقوليه ده، اسكتي احسن، انا معزومة زيك على الحفلة دي. بتتريق عليها وبتقولها كل الاشخاص اللي موجودة هنا اشخاص مهمة، يا ترى مين الاعمى فيهم اللي عزمك؟ ما اعتقدش ان حد منهم يعرفك اصلا. وبتنده على مستثمر كبير اسمه هوانج وبيكون راجل عجوز، وبتقوله سمعت انك معجبكش البنت الاخيرة اللي كانت معاك، بس انا عندي ليك هدية. وبتعرفه على شيا وبتقوله دي شيا عيلتها فلست من مدة، وأمها محتاجة فلوس علشان العلاج، فلو تقدر تساعدها يعني. بتتضايق شيا منها بس مش بترد. بيبصلها هوانج بطمع وبيقولها طبعا طبعا هساعدها طالما تبعك، بعدين دي حلوة قوي.
وبيبصلها بصات جريئة وبيحاول يقرب منها ويلمسها، بس شيا بتزعقله وبتزق ايده من عليها، فبتقولها سو شكلك حتى عينك على لينج جي. بيقولها هوانج وهو الرئيس يعرف الأشكال دي. بيفضل يقرب من شيا بالعافية، فبتزقه وبتضربه بالقلم. بيرد لها القلم بغيظ وبيرفض انه يسيبها وبيتهجم عليها قدام الكل ومحدش بيحاول انه يدافع عنها، لحد ما بيجي جي شاو وبيضربه. فبيخاف هوانج منه، فبيقرب شاو من شيا وبيقول لهوانج ازاي تقرب من حبيبتي. بيترعب هوانج منه وبيقوله انه ما كانش يعرف انها تبعه وبيمشي بسرعة من قدامه. بيستغرب الكل ان شاو ارتبط، فبتقول سو في نفسها عادي، شاو ده اصلا مستهتر وبكرة يسيبها كالعادة. اما انا نفسي اتجوز لينج، شخص عاقل ووسيم. بتبعد شيا عن شاو وبتشكره انه ساعدها، فبيقول لها عادي ده واجبي بما انك جيتي ورايا لحد هنا. قالت له انت فاهم غلط، انا مش مهتمة بيك اصلا، انا معزومة هنا مش جاية علشانك، وبعدين انا اصلا متجوزة. بيضحك عليها وبيقول لها انت عايزة تقوليلي انك متجوزة عمي مثلا؟ قالت له ايوه. بيضحك الكل عليها وبيقولوا انها اكيد كدابة، وان لينج مش هيبص لواحدة زيها. قال لها شاو انت كدابة ولسه محتاجة فلوس، خليكي معايا وانا هديك اللي عايزاه. زقته بعيد عنها وقالت له اه محتاجة فلوس، بس انت مين علشان تقارن نفسك بلينج او تفكر حتى اني ممكن اسيبه علشانك؟ انت ما تجيش حتى ضفره. قال لها عمي مستحيل يحب حد او يتجوز، وهديكي اخر فرصة، اعتذري مني واترجيني وانا اقبل بيكي خطيبتي. بتحزن شيا وبتتمنى ان لينج يجي وينقذها، وفعلا بيدخل لينج بكل هيبة كده وبياخدها جنبه وبيقول للكل انها مراته. بيتضايق شاو وبيقوله ازاي انت حتى مش بتحبها، وبعدين انت عارف بوثيقة خطوبتي ليها؟ قاله ده كان زمان، دلوقتي هي مراتي وعايزك تلم حاجتك كلها وتسيب الشركة. قاله وده ليه بقى؟ قاله مزاجي كده، انا رئيس المجموعة وبطردك منها. بتتغصوا من اللي بيحصل وبتحقد على شيء اكتر، وبيطرد لينج كل الموجودين وبيشيل شيء زي الملكة قدامهم وبياخدها البيت. وبتفضل في البيت تفكر في اللي عمله معاها وهي فرحانة وبتبصله بحب وإعجاب كبير، وبياخدها في حضنه وبتنام وهي فرحانة إنه جوزها. وتاني يوم بيوصلها علشان تروح تزور والدتها، ولما بتطلع المستشفى بتشوف سو هناك. بتقولها بتعملي ايه هنا؟ بتطلع سو كارت وبتقولها انها عارفة انها محتاجة فلوس، وان الكارت ده فيه 10 مليون تكفيها طول حياتها هي والدتها، وانها تاخده وتسيب لينج لان كده كده اللي بينهم مجرد نزوة، والحاجة اللي محتاجاها اكتر اكيد هي الفلوس. بتبصش هي للكارت وبتفتكر كل حاجة لينج عملها معاها. هو تقولها عرضك مرفوض، انا مستحيل اسيبه علشان فلوس. بتتغص وبتقولها طيب هشوف هتفضلي تستحملي كده لحد امتى. وبتمشي وبنروح لشاو وهو بيسمع لينج وجده بيتكلموا على اسهم شيا في الشركة، فبيتصدم لما بيعرف انها بتمتلك اسهم في الشركة، وبيقول انا لازم اخلي شيا كلية علشان اخد اسهمها. وعندي شيا بتدي اللينج جرافات هدية، وبتقوله انها هدية علشان امها بدأت تخف، وبتشكره انه ساعدها، وبتبوسه بحب وبتجري من قدامه بسرعة وهي مكسوفة. بعدها بتروح تزور والدتها في المستشفى، وبتشوف شخص مقنع طالع من أوضتها، فبتجري بسرعة على أوضة مامتها وبتلاقيها تعبانة، فبتعرف إن في حد حاول يموتها. وبتدخل الأم العمليات وبيجي لينج يجري وبيفضل جنب شيا وبيطمنها إنها هتكون بخير. وبتخرج الأم وبتبقى كويسة. بتعرفها شيا على لينج وبتشكر الأم إنه ساعدها واعتنى ببنتها، قالها إن ده واجبه وإنه هيفضل دايما جنب شيا ويحميها. ولما بيخرجوا من عندها بتقوله انت ليه قلت لها انك هتفضل جنبي دايما؟ انت عارف احنا اتجوزنا ليه؟ قال لها يعني كل ده ومش عارفه اني حبيتك فعلا وعايز احول جوازنا الحقيقه؟ ضحكت بفرحه وقالت له انها موافقه لان هي كمان بتحبه. ومن بعدها بيقربوا لبعض اكتر وبتهتم بكل حاجه تخصه، وبتروح له الشغل وبتعمله الاكل اللي بيحبه وبياكلوا سوا، لحد ما بيجي المساعد وبيقوله انه عايزه في حاجه مهمه، فبتضطر انها تمشي وتسيبه. وبيقول للمساعد انه عرف مين اللي حاول يسمم ويقتل ام شيا في المستشفى. ولما بتنزل شيا بتقابل سو اللي بتقولها انت اكيد مش هتصدقي نفسك ان لينج بيحبك مثلا. بتقولها اه بيحبني، اه حتى لو ما بيحبنيش مستحيل يحبك انت اصلا. بتقولها متأكدة؟ طب تفتكري كده مين حاول يسمم والدتك؟ فبتتصدم شيا وبتقولها انت صح. بتضحك سو بتقولها ايوه انا. هو حد بمركز لينج اكيد عارف بكده، بس لحد دلوقتي ما اتحركش ولا حاول ياخد حقك،
تفتكري ليه بتتضايق شيا وبتروح وهي بتفكر في كلامها؟ بس لما بتبصله بتراجع نفسها وبتقول أكيد سو عايزة توقع ما بينا مش أكتر. بيشوفها لينج حزينة وبيسألها مالك، بتقوله مفيش متوترة بس شوية. فبيقترح عليها إنهم يخرجوا يتمشوا سوا ويتفرجوا على الفيلم برا. بتوافق وهي مبسوطة، وفعلا بيخرجوا سوا وبيكونوا مبسوطين جدا إنهم بيعيشوا حياة زوجية سعيدة وقربوا من بعض أكتر. بتقوله أنا نفسي آكل أكلة شعبية، قالها بس أنا ما بحبش الأكل الشعبي، بس علشان خاطرك ماشي. وبتتبسط وبتقوله طب خليك وأنا هروح أجيب. ولما بتروح وترجع بتشوف سو وهي حضناه من ظهره، فبتزعل وبتمشي بسرعة. ساعتها بيتضير لينج وبيشيل ايد سو من عليه وبيقولها ايه اللي بتعمليه ده، انا بحب مراتي. بتقوله انت اكيد مغيب، دي فقيرة ومش لايقالك. قالها ما يخصكيش، انا مش عايز ولا بحب حد غيرها. وبيمشي وبتتغص وبتتوعد انها تدمر حياتهم. وبنروح لشيا اللي بتفضل تشرب في الشارع لحد ما بتسكر خالص وهي حزينة على خيانة لينج ليها، ما بتكونش عارفة الحقيقة. فبيجيلها شاو وبتقوله عايز ايه، قالها عايز اقولك ان لينك اتجوزك علشان يستفاد منك. بتقوله مش فاهمة قصدك ايه. قالها هقولك، وبيطلع منديل وبيخدرها وبياخدها البيت. وبيدور لينج عليها وبيروح مكانها بس مش بيلاقيها، وبيلاقي تليفونها واقع. فبيتصل بسرعة بمساعده وبيقوله يعرف له مكانها. وعند شيا بيقولها شاو انت فاكرة ان لينج اتجوزك علشان بيحبك؟ انت بتحلمي، ده انت فقيرة وعيلتك مفلسة، يعني مش في مستواه خالص. قالت له انا واثقة فيه، ما تحاولش توقع ما بينا. قال لها طب اقولك الحقيقة بقى، هو اتجوزك علشان اسهمك. استغربت وقالت له اسهم ايه مش فاهمة. قال لها جدك وجدي كانوا صحاب من زمان، وجدك اشترى 15% من اسهم الشركة كمهر ليكي. بتتصدم شية من اللي عرفته. فبيكمل وبيقول لها اللي معاه الحصة الأكبر من أسهم الشركة هيكون رئيس الشركة في المستقبل، هي نسبتك مهمة جدا لينا. وبيقرب منها فبتخاف منه شوية وبتقوله انت عايز ايه. قالها اسهمك المفروض تكون ليا انا اللي استحقها، لان في الاصل انا اللي المفروض كنتي تتجوزيني، مش عمي اللي عرفتيه صدفة. ولما تكوني حامل في طفلي اسهمك هتكون ليا غصب عنك. وبيفضل يقرب منها ويحاول يعمل معاها علاقة بالعافية. بتفضل تقاومه لحد ما بيوصل لينج وبيبعدوا عنها وبيضربوا. فبيستفزوا شاو وبيقوله ان شي حلو قوي وانهم قضوا ليلة جميلة سوا. بيتعصب لينك وبيكون هيضربه، بس بتوقفهم شيا وبتزعق فيهم وبتمشي وهي بتعيط. بيروح لينج وراها بسرعة وبيقولها في ايه اللي حصل. بتزقه وبتقوله ابعد عني، انت خاين ومش بتحبني. وبيغمى عليها في ايده. ولما بتفوق بتلاقيه جنبها بتبعد عنه. بيقولها في ايه شاو، قالك ايه خلاكي زعلانة مني كده؟ قالت له ما قالش حاجة، انا عايزة اتطلق. اتضايق وقال لها مستحيل، واوعي تجيبي سيرة الطلاق دي تاني. انت شايفة ان جوازنا لعبة ولا ايه؟ قالت له لا مش لعبة اطفال، انما لعبة ليك علشان تعزز منصبك وسلطتك بيه. قال لها انت بتقولي ايه، وضحي كلامك. بيجيله رسالة على تليفونه وبيشوف صور لشيا وشاو لما كان بيحاول يقرب منها، وبتكون الصور منشورة على النت. بتتصدم شيا وبتقوله ان الصور دي كذب، وان حاول يقرب منها بالعافية، وعكس ما هي متوقعة بيهديها لينجو وبياخدها في حضنه. وبيقولها انه مصدقها بس زعلان علشان كلام الناس عليها مش اكتر. بتستغرب وبتقوله انت بجد مصدقني؟ الله طبعا انا واثق فيكي، اهدي انتي ما تشيليش الهم، ولا تخرجي من البيت وانا اتصرف. بترتاح شوية من كلامه وبتقوله حاضر. بيسيبها وبيروح الشركة، وبيكلم مساعده وبيقوله ينشر الخبر. وبيجيله شاو بكل تكبر بيقوله المساهمين كلهم معايا دلوقتي وفي صفي بعد نشر الصور. هو ده لانهم فكروا ان شي حامل في طفلي واسهمها هتكون ملكي. فبيقوله انت واثق انك هتفوز بالرئاسة؟ قال له طبعا هي الصور دي شوية. اتعصب لينج وقال له يعني انت اللي نشرت الصور؟ قال له اه، وشي ما تفرقش معايا، كل اللي يفرق لي اسهمها، وهي في الاصل كان المفروض تتجوزني انا، فلو كده طلقها وانا اتجوزها. بيدخل مساعد لينك وبيديله ملف. فبيقعد لينج على المكتب كده بكل راحة وبيقول لشاو يفتح الملفات ويشوفها. بيشوفها شاو وبيتصدم ان الملفات فيها كل بلاويه، وانه كان مختلس من الشركة وورق يوديه السجن. فبيخاف وبيقول للينج انت جبت الحاجات دي ازاي؟ قال انا كنت مراقبك اصلا واقدر اوديك في داهية من زمان، وكنت عارف انك بتستغل منصبك وكنت ساكت، انما انك تيجي ناحية شيء مش هسمح لك ابدا. بيترعب شاو وبيمشي من عنده وهو مقرر انه ما يقربش منهم تاني. وعندي شيء بتبقى قاعدة قلقانة وعايزة تعرف الموضوع وصل لفين، وبتشوف خبر اتنشر بيكدب علاقتها بشاو.
فبتستغرب وبتشوف لينج جاي سكران، بتقوله انت شربت كتير كده ليه؟ قال لها وهو مبسوط شفتي انا هزمت سو وشاو بعد ما كانوا متفقين عليا سوا. بتضحك وبتقوله عارفة شكرا جدا ليك لانك حمتني. قال لها افهم من كده انك مش عايزة تطلقي خلاص؟ قالت له ايوه. قال لها انا ما اتجوزتكيش علشان اسهمك. فاكرة لما قابلتك قبل 5 سنين وكنت بتناديلي باخويا؟ بتحاول شيا تفتكر الموقف، وفعلا بتفتكر قبل 5 سنين لما كانت قاعدة معاه في بيت الجد وكانت مبهورة بوسامته. فبيقول لها ساعتها انتي بتحبيني؟ قالت له ايوه لانها كانت صغيرة ومعجبة بيه. بيقول لها طيب لما نكبر هطلبك للجواز واتجوزك. بترجع شيا للواقع وهي مبسوطة وبتقول لي يا انت لسه فاكر؟ ده انا كنت ناسية خالص. قال لها ايوه بس انا منسيتش وبحبك من ساعتها. وبيقرب منها وبيبوسها بحب، وبتنتهي مشاكلهم كلها. ولحد هنا بيخلص مسلسلنا. اتمنى انه يكون عجبكم. اكتبوا لي عايزين مسلسلات ايه تاني في الكومنتات، واستنوني في مسلسل جديد. وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة. باي باي.